بعد إيران دور الجزائر قادم. نعم، أنا كجزائري مذهبي وعقيدتي علي متواقف. تعرفين قصة علي متواقف؟ الجزائري كان عندما تعدمه فرنسا ويتقدم إلى منصة الإعدام ويرشقه الفرنجة بعشرات الرصاصات، أصدقاء المجاهدون يقولون له يا علي متواقف، فيتماسك والرصاص يخترق قلبه وكبده وأضلاعه، يتماسك إلى أن تصل الروح إلى الحلقوم فيضطر إلى أن يسقط. ما عاش الذي يهدد الجزائر. حاول من خلال طائرة الدرون التركية التي دخلت عبر الحدود الجنوبية من مالي إلى الجزائر، وكانت رسالة إلى منابع النفط في الجزائر ومنابع الغاز: لا تجربوا الجزائر. الجزائر طردت الحلف الأطلسي من أرضها. القوات الخاصة الجزائرية، أنت تعرفين نحن عندنا ضباط من نوع خاص، غذاؤهم الحيات وعشاؤهم العقارب.